تسأل عن الزهرة من بعد النبي المختار. أنا الباب واسمعني أحكي بالجرى والصار. إيش صار يا باب؟ أنا الباب في كل يوم يجيني المصطفى المرسل يقرأ آية التطهير والأملاك تتنزل وما يدخل بلا استئذان، لازم عندي يتمهل. لكن من عقب عيناه اسمع فعلة الأشرار. والله ظهرت زمرة الشيطان لما مات أبو الزهرة، ونعشه بعده مسجى ما دفنوه في قبره، ولن يم الجزل جابوه والظالم صدر أمره. احرقوا أهل هذا البيت يلا بالجزل والنار. إلى الآن بعد أريد أسمع صرخة من عندك أعلى. تستاهل ترى الزهراء. إذا عندك حاجة إن شاء الله الليلة من النبي ومن فاطمة تأخذها. يقولوا عقب ما أضرموا بي لهيب الجزل والنيران، تاليها اجى الطاغي بلا حرمة وبلا استئذان، هجم عالدار بد ما هاب وروع خيرة النسوان. أبا أقول بيت عظيم وانت كيفك. هجم عالدار والزهرة حسرة ما عليها خمار. يقول حسيت أنا بالزهرة من لزمتني بيديها، رادت تستتر بيها والظالم يناديها، علي بايعنا لو هالدار احرقها بمن فيها، وحين اللي غشاه النور لطمها بخدها الغدار. يقول انا الباب وانا الشاهد، سمعت الزهرة تتألم والله تتألم بمجلسنا سادة خلي يعذروني. يقول والظالم يلوعها بصوته وما اختشى ولهته. بعد يا باب قال حتى شالت يديها حمرة وتقطر من الدم، وصارت فاطمة الزهراء بيني وبين حد الجدار. وياكم ترى الملائكة يسجلوا أسامي اللي يصرخ. ملائكة الله الليلة حزينون على رسول الله وعلى فاطمة. يقول صار الرجس يدفعني وام الحسن يعصرها وتنادي وحيدر عينه تنظرها. بعد يا باب قالوا حسيت أنا بالأضلاع حين الذي كسرها، ومن دمها انصبغ لوني حين صابها المسمار. قال أنا الباب وشفت فاطم طاحت حين عصروها، وصرت مفتوح والعدوان دار الوحي طبوها. اسمعني يا مؤمن. يقول أنا عليهم بالحشر شاهد، شفت فاطم يرفسوها. عاد
عادت الحامل يا شيعة. أقرأ هالأبيات وأشوف عندك استعداد أكثر بعد أقرأ كم بيت. عادت الحامل يا شيعة لو قرب وضع الجنين تحضر النسوان عدها ولازم تلاقي معين، لازم تعاونها وحدة تقول صبر تحملي، ومن تجيها الطلقة تصرخ يا مغيثي يا علي. وين صرخاتكم؟ من تجيها الطلقة تصرخ يا مغيثي يا، وتنفرج كربتها باسمه وباسمك الهم ينجلي. حيدر يجيب الندى لو بالسماء والمشرقين.